هلا بدنا نعرف نبلش نبني الحلقة على مفهوم حلو. شو يعني حظ؟ النصيب. الحظ هو النصيب الجميل لإلك أو النصيب السيء. هي عشان نبلش فيها المناسب ومكان مناسب مع الاجتهاد. هدول الثلاثة لازم يكونوا موجودين، ولازم يكون الشخص عندنا 5 أنواع للحظ. أول نوع هو الحظ الفطري اللي هو بيولد معك، يعني عائلتك، بلدك، مدرستك، رفقاتك، هدول بيئتك، هدول انت ما بتتحكمي فيهم. أيوة. اسمه حظ فطري. ممكن تيجي بعائله فيها جاه، فيها مال، فيها سلطه، يعني انت تكوني محظوظه لانه ابوكي مثلا صاحب منصب. هذا حظ باور او ممكن تكسبيه وتصيري مثله، ممكن لا. يعني هذا الحظ، شوفي اي حظ رح نقوله في منه السيء وفي منه الجيد. يعني انا حتى لو كانت عائله فيها مال او جاه ممكن يكون سيء لإلي، يكون مثلا مدمن مخدرات مثلا. فهمتي علي شو الفكره؟ لازم نعرف الاثنين. ثاني حظ هو العرضي، يعني انا بربح جائزه، نزلت انا ومدامتي على في الحلم مثلا. تمام، بالحلم. هذا عرضي. كيف يعني ومثل الحلم انا بس بالحلم بس عم بجتهد، عم ببعث مسج، بس في شيء ما في اجتهاد فيه اللي هو العرضي. صدفه انه بتمشي في الشارع حدا وقفني. لا رح نعطي صدفه اكثر من هيك. انت بمول في سحب، انت ما بدك تسحبي، بس لانك انت اشتريتي هذا الشيء اجبروكي تاخذي رقم، اعطوكي رقم يا نصيب. طلع بعد يومين دقوا لك انه انت ربحانه بيت، هذا انت ما دخلك فيه، هذا اسمه حظ عرضي. اوكي. من الاخرين، انا اكون محظوظ من الاخرين، من علاقتي مثلا بهند عرفتني على حدا عرفني على حدا، هذا الحظ من الاخرين، مكتسب من الاخرين. صح. تمام. هذا الثالث. مثلا احد اخذ تليفوني وهو شارك مثلا في الحلم ورجع شارك وانا جاني اتصال. نحن اليوم نركز على الحلم والحظ. مركزه مع الحلم. عم بحلم. الرابع اللي هو الروحاني. شو يعني الروحاني؟ اللي يؤمن انه دائما هو سعيد، ويؤمن دائما انه في سند اللي هو الله دائما معه ماشي معه. هنا يجذب الاشياء. هذا بيجي مع السلام، انه كل شيء خير، كل شيء منيح، كل شيء مبتسم دائما. هذا اسمه حظ روحاني. انا محظوظ، انا مثلا في نعمه، انا غني باشياء كثيره. طبعا. اخر واحد الحظ المكتسب، لهذا نحن بنمرن عليه، اللي حكينا انا وياك عليه تحت الهواء، انه نحن وقت نقول مثلا انا محظوظ، بس كيف بيجي هذا الحظ؟ شو التمرين اللي لازم اعمله انا كرمال اكون محظوظ؟ اول شيء الكلام الايجابي بينك وبين حالك. بتعرفي انه الكلام وقت صائب مكان صائب. يعني اعطيكي مثال، مثلا هلا اجيت مثلا انا اللي عندك على الحلقه، تمام؟ هلا في حدا هلا فتح وشافني، شاف راني عم يقدم مثلا هو لايف كوتش. اول ما شافني هو ما بيعرف يعني 5 دقائق طلب انه يقابلني كرمال استلم اداره شركاته كلها لتدريب الموظفين. هذا حظ. هذا حظ الحظ. رح اقول لك شو صار. جيت انا مكان مناسب، وقت مناسب، والاجتهاد، لانه هو اخذ الباك جراوند. هذا عجبني، هذا ومحتوى مثلا كلامه مناسب لإلي، بس هذا من وين اجى؟ من الباك جراوند تبعي، من خلفيتي. صح ولا لا؟ هذا الحظ اللي نحن بنقول عليه، وقت مناسب، مكان مناسب، ويسبقه الاجتهاد. طيب راني، كيف ممكن اعرف انه لا ومستعد لاستقبال يعني هذا الحظ او هاي الفرصه اللي ممكن تجيني يمكن حتى مره بالعمر؟ كل يوم انت جاهزه، كل يوم. شوفي، كل يوم رح نعتبره باي لحظه بحياتك وقت مناسب ومكان مناسب. يعني انت هلا بدك تكون جاهز. طبعا. وهذا دائما يعتمد على التوكل على الله والثقه بالله، لانه دائما كله خير. هذا اللي حكينا عليه الحظ الروحاني. هلا شوفي المجموعه اللي حكينا عليها، اذا الانسان او المشاهد بيحفظها رح يستمتع فيها. الحظ الفطري اللي نحن مو بايدنا، مكتسب، وحظ مكتسب، حظ عرضي، حظ من الاخرين. دائما المحظوظ بيكون عنده كثير هدوء وبال طويل وسلام. المحظوظ دائما بتلاقيه بتقولي له انت محظوظ، بيقول لك ايه انا محظوظ، مع انه هو ما بيعرف شو كلمه حظ. يعني هو ما بيعرف انه شو يعني كلمه محظوظ، بس بيقول لك انه كلمه جميله باخذها لصالحي، انه كلمه حظ كلمه جميله جدا، وحتى انذكرت بالقران 7 مرات، يعني بمعنى النصيب. قديش حلوه انه لما نحن دائما عايشين على الامل وعلى النصيب الحلو. نقطه مهمه انه كثير مهم يكون جهازك العصبي في ادنى مستوياته 100% لحتى تستقبل هذا اللي نحن بندرب عليه، العطايا. لانه لما تكون مضغوط من الحياه انت ما بتشوف. صح. بتشوف بس المسؤوليات والضغوطات. ونعم بالله. شوفي، موضوع رضا الوالدين موضوع كثير مهم بالحظ جدا، انه تكون انت مرضيه جدا. لازم ينتبهوا عليه. اسمعوا كويس. بر الوالدين هو العلامه الفارقه في الحظ. هذا العلامه الفارقه، هذا بيفتح لك كثير ابواب. وهذا من تجربه، يعني تجربه عمليه. نزود الدوز، لازم نزود الدوز. اي فرصه بدون استعداد او باك جراوند او خلفيه ثقافيه لإلك او شغف او حب هي نقمه لإلك. الحظ الحلو دائما، يعني دائما تحكي مع نفسك وتقول انا انسان محظوظ. انا والله دائما اقولها انا محظوظه جدا وربي كرمني ونعم علي. والسلام والهدوء والاطمئنان. الاطمئنان بيجيب لك السكينه مع الحظ الجميل. اطمني انه الله معك،
جدا. هذا موضوع التوكل على الله والثقه بالله، هذا اول مفاتيح الحظ. مع قلنا الحظ شو هو؟ نصيب. احتاج ليه احتاج هو نصيبك. طيب شخص دايم يقول ما عمري حالفني الحظ، دايم الفرص تروح من يدي حتى لو حاولت، وعنده طاقة سلبية بكل تجربة يمر فيها، تقريبا نفس الكلام اللي ذكر. إعادة برمجة بده هو إعادة برمجة طبعا، إعادة سوفت وير، نعمل له سوفت وير جديد لدماغه وأفكاره. نحن محظوظين انه كنت معنا اليوم، يعطيك الف عافيه. شكرا كثير راني، وشكرا على الكلام كثيره، ونعم علينا باشياء كثيره، ونحن اغنياء باشياء كثيره. الشكر على النعم. الحمد لله والشكر. هذا كمان يجذب الحظ. بالتاكيد انا بساعدهم هلا على الهواء. ما شاء الله عليك لايف كوتش. بعد البرنامج الاشياء الحلوه تيجي. حتى ارتاح وحتى يكون عندك خبر، حالف انا ما